المعجزة هي واحد الحدث كيتجاوز المنطق وكيكسر القوانين اللي كيعرفها الإنسان، شي حاجة كتوقع بإرادة الله باش يبين للخلق أن القدرة الإلهية ما عندهاش حدود. عبر التاريخ عرفنا بزاف ديال المعجزات اللي خلات الناس توقف مذهولة قدامها، من بينها عصا موسى اللي تحولت الحية قدام فرعون، والنار اللي ولات برد وسلام على إبراهيم، عيسى عليه السلام اللي كان كيشفي المرضى كيحيي الموتى بإذن الله، وانشقاق القمر اللي شاهدوا الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأحداث كانت رسائل من السماء كتعلمنا أن في هذا الكون كاين شي حاجة أعظم من قوانين الطبيعة ومن منطق البشر. بالنسبة لعصا موسى مثلا ما كانش مجرد عصا، كانت رمز للتحول. الله أعطى موسى واحد الوسيلة بسيطة ولكن بها قلب الموازين. من عصا في إذراعي ولات علامة على القوة الإلهية اللي كتقدر تبدل الضعف القوة. وقتها موسى كان قدام فرعون، قدام السحرة، قدام العيون اللي كتشوف وكتشك، ولكن العصا ما كانتش باش تخوفهم، كانت باش تفيقهم. درس كبير هنا، الله ما كيحتاجش الأسباب الكبيرة باش يبين القدرة ديالو، يكفي يبارك في الأشياء الصغيرة اللي في يدينا باش تولي سبب في التغيير. من بعد البحر اللي تشق قدام موسى وقومه، مشهد كيخلد واحد من أعظم اللحظات في التاريخ، مشهد فيه الخوف، الإيمان والنجاة. البحر هنا ماشي غير مياه تشقات، البحر هو رمز للخوف اللي كيشل الإنسان، والموج هو الصعوبات اللي كتسد الطريق، ولكن ملي كان الإيمان صادق انفتح الطريق. الرسالة واضحة، وبعض الباحثين كيشوفوا أن القصة ما كانش مجرد حدث خارق ولكن درس الثقة والقيادة والإيمان الجماعي، حيث النجاة ما كانش بمجهود فردي ولكن بوحدة الناس وثقتهم في الله. أما بالنسبة لقصة إبراهيم عليه السلام فهي من أبرز المشاهد الرمزية، ألقي به في النار ولكنها ولات برد وسلام. الله بغى يوري البشر أن الحماية الحقيقية ماشي من الجدران ولكن من الناس ومن الإيمان. النار هنا ماشي غير نار، هي رمز لكل المحن، لكل لحظة كيحاول فيها الظلم يحرق الحقيقة، ولكن ملي كيكون القلب عامر بالإيمان حتى النار كتولي ضوء وطمأنينة. المعجزة ديال إبراهيم كتورينا أن الخطر الحقيقي ماشي في النار ولكن فقدان الثقة في الله. من بعد نجيو لقصة عيسى عليه السلام، النبي اللي حمل رسالة الرحمة واللي كانت المعجزات ديالو كلها لمسة شفاء ورحمة، كان كيشفي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله. المعنى الكبير هنا هو أن الله هو مصدر الحياة، وأن الرحمة بحد ذاتها معجزة. كل شفاء كان دعوة باش الإنسان يرجع لطبيعته، وكل قيامة كانت إعلان جديد للحياة بعد اليأس. وفي نفس الوقت كانت فيها رمزية عميقة، الإحياء ماشي غير ديال الجسد ولكن ديال الروح، ديال القيم اللي ماتت في قلوب الناس. الإيمان بعيسى ماشي تصديق في المعجزات فقط ولكن فهم أن الرحمة نفسها أقوى معجزة ممكن يعيشها الإنسان. بالنسبة لانشقاق القمر من أعجب ما تروى عن زمن الرسول، مشهد عظيم كيحمل بزاف من الأسرار. البعض كيشوف أنه حدث خارق حقيقي، والبعض كيشوف فيه رمز لانقسام العالم بين الإيمان والكفر، بين الظلام والنور. قمر في الدين ديما رمز للنور اللي كينعكس، والرسالة هنا ممكن تكون أن النور ديال الحق ما كيتقسمش، ولو انقسم فراه كيرجع يتوحد. واللي مهم هو المعنى الروحي، الله قادر يورينا دلائل في السماء باش نفيقوا من الغفلة، ولكن المعجزة الحقيقية هي واش القلب مستعد يشوفها ولا لا. هناك معجزة الإسراء والمعراج، الرحلة اللي خرجت من حدود الزمان والمكان، من مكة إلى القدس ومن الأرض إلى السماوات العلى، ماشي غير انتقال مكاني ولكن رحلة روحية نحو النور. فيها درس عظيم أن القرب من الله ما كيتحققش بالجسد ولكن بالروح، وأن الصلوات اللي تفرضت فيها ماشي طقس ولكن وسيلة تواصل يومي مع السماء. المعراج ممكن يتقرأ كرمز لصعود الإنسان من عالم المادة إلى عالم المعنى، ومن الغفلة إلى الوعي. وفي الأخير المعجزة الكبيرة اللي هي معجزة القرآن الكريم. هذا الكتاب ما كيشقش البحر النصفين ولكن كيشق القلوب باش يخرج منها النور. معجزة مستمرة،
كل زمن، ما كتحتاج تشوفها تعيشها. اعجاز ديالو ماشي غير في الكلمات ولكن في الاثر اللي كيدير في القلب. كتقراه اليوم كتلقاه كيهديك في حياتك اليوميه، كتقراه غدا كتلقاه كيعلمك شي معنى جديد. القرآن ماشي كتاب عادي، هو صوت المعجزة اللي باقي كيهمس في القلوب من قرون طويلة. ومع مرور الزمن المعجزات تبدلت في الشكل ولكن المبدأ بقى هو. اليوم كاين اللي كيقلب على المعجزات في المجهر والتلسكوب، وكاين اللي كيلقاها في دمعة نزلت من خشوع، ابتسامة وسط الألم، أو في واحد مازال كيآمن في الخير رغم كل شيء. المعجزة ما عمرها كانت تحدي للطبيعة، كان دايما تحدي للإنسان باش يكتشف النور اللي في داخله.